أما مستحبات العيد فالمستحب الأول التجمل ولبس الثياب الجديد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له ثياب يلبسها في العيد، وكان هذا الأمر والمستحب منتشرا بين الصحابة مشهورا بينهم. المستحب الثاني من مستحبات العيد الغسل للعيدين، فقد ثبت عن ابن عمر وأجمع أهل العلم على استحبابه. المستحب الثالث من مستحبات العيد ألا يأكل المضحي شيئا إلا بعد رجوعه من الصلاة، وأن يأكل من أضحيته، هذا مستحب فقط. المستحب الرابع أن يخالف الطريق. المستحب الخامس أن يخرج لصلاة العيد ماشيا إلا لعذر. المستحب السادس التكبير، وما أدراك ما التكبير أيها الناس، كبروا وارفعوا أصواتكم بالتكبير. فالتكبير في عيد الأضحى مشروع، وهو على نوعين: مطلق ويبدأ بدخول ذي الحجة، أي هذا وقته وهذه أيامه، يكبر المسلمون في الأسواق، ويكبرون في الطرقات، ويكبرون في البيوت إحياء لهذه الشعيرة، وعملا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتأسيا بالصحابة الكرام. اعمل بالسنة، وارفع رأسك بالسنة، وتمسك بالسنة، ولا تتقاعس ولا تتكسل ولا تتكاسل عن السنة. أيها المسلم، والله إنك لن تحزن على شيء فاتك من الدنيا، وإنما تحزن على شيء فاتك من الآخرة. تحزن على الواجبات، تحزن على السنن، تحزن على الشعائر، تحزن على التمسك والثبات، تحزن على التوحيد، تحزن على العقيدة الصحيحة، تحزن على الثبات على القرآن والسنة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التكبير يستحب رفع الأصوات بالتكبير كما ثبتت بذلك الأدلة، وهكذا لفظ التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كبروا. ومن كبر بما ورد عن بعض الصحابة فالأمر واسع: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، أو الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا